عاوز اقول لكم معلومة مهمة جدا. احنا مش بنعالج الشكوى اللي حضرتك بتقوليها، احنا بنعالج التشخيص اللي احنا بنلاقيه لما نفحص الطفل. بمعنى لما حضرتك تقولي لي ابني بيكح مثلا، يعني هل انا بعالج الكحة اللي انت قلتيها من بقك ولا الحاجة اللي هلاقيها في صدر ابنك؟ عشان دايما العيادة كلها بتكح مثلا، يعني عندي 10 بيكح هياخدوا نفس العلاج؟ طب ما نعلق ورق على باب العيادة ونكتب اللي بيكح ياخد كذا ويمشي. فلازم تفهمي ان انت لما بتقولي ابني بيرجع، ابني بيكح، ابني مش عارف ايه، الشكوى دي انا بسمعها، ولكن انا مش بوجه دماغي ليها، لكن انا بفحص الطفل اشوف هو بيكح عنده ايه. التهاب شعبي ده هياخد علاج كذا، طب التهاب رئوي ده علاجه حاجه تانية خالص. الولد ده بيرجع ليه، نزله معويه ولا انسداد معوي؟ فانا بعالج التشخيص اللي انا بلاقيه. فما تبعتيش على الواتساب لاي دكتور تقول له ابني بيكح اديله ايه. ما حدش يقدر يجاوبك على السؤال ده، واللي هيكتب لك علاج هو بيجرب في ابنك. ولا قدر الله لو كان في التهاب رئوي مثلا او انسداد معوي مثلا وكتب لك علاج كده وانت قاعده في البيت، هتخش في مضاعفات قاتله بسبب ان الطفل ما اتفحصش. وبالتالي الطب عباره عن فحص اولا، ثم فحوصات وعلاج، او علاج لو ما احتاجناش ايه الفحوصات. فيا رب تفهموا الكلام ده. انا مش فارق معايا الطفل بيكح ولا سخن ولا انا فارق معايا سخن وايه. السخونيه مجرد عرض لامراض كتيره، منها امراض خطيره وامراض بسيطه. يبقى انا بخاف لما اشوف المرض اللي عند ابنك ايه، مش السخونيه. السخونيه عرض موجود عند كل الامراض، ما بيقلقنيش لو انا عرفت ان سبب السخونيه هنا حاجه بسيطه، او لو سببها حاجه خطيره. ربنا يحفظ ولادكم جميعا.